يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المس بتاعت سليم كانت موجوده، وبصراحه ما كنتش عارفه اقدم لها ايه. قلت قومي يا بنت كده افتكسي اي حاجه من التلاجة. لقيت كانتالوب وبرتقانتين وشويه فراوله. قلت ايه، اعمل لهم كوكتيل كده في السريع. قشرت البرتقانه وقطعها قطع مربعات، مكعبات مربعات، مكعبات. بصراحه انا مش دايما بحط البرتقان على الكوكتيل، بس بيبقى طعمه تحفه في الكوكتيل. فكوكتيل كده على الماشي باللي موجود. قطعته مكعبات صغيرة، وهقطع برضو الفراولة والكانتالوب، وهحط بقى عليه شوية سكر واقلبه في بعض، وهسيبه بس نص ساعة في التلاجة. هينزل بقى كل فاكهة هتنزل ميتها والسكر هيدوب. كان طعمه تحفة الصراحة، وقدمته لها وبألف هنا. هنا بقطع معاكم الفراولة قطع صغيرة. قطعها قربا قربا. قطع وفرغ يا باشا. عايزة اتكلم معاكم شوية. بصراحة انا بقالي يومين تعبانة جدا، مش عارفة مالي. إيه، مش طايقة حد، ولا طايقة بني ادمين، ولا طايقة صوت حد جنبي. حتى ابني مش طايقاه، مش عارفة في ايه. مش عارفة ايه الحالة اللي عندي دي. امبارح نايمة بدري، ما جاليش نفس اقعد ولا افتح تيك توك ولا اتفرج على اي حاجة، ولا حتى انزل فيديو ولا اصور ولا اي حاجة. ما كانش عندي طاقة لاي حاجة خالص. حتى انا ما عنديش طاقة ان انا اكل. مش عارفة الحالة الغريبة دي سببها ايه. فبصراحة مش عارفة. لو حد يعرف ايه الحالة اللي انا فيها دي بقالي يومين، يقولي في الكومنتات. وبقالي كام يوم بقوم من النوم تعبانة جدا، ولا كأني نمت. بقوم مكسرة كأني قايمة كأني كنت جاية من الجيم. عضلات جسمي كلها بتوجعني. فانا مش عارفة ده ايه، مع اني انا ما بعملش مجهود بدني مثلا زيادة عن اللي كنت بعمله. هو نفس المجهود اللي انا بعمله يعتبر يوميا. يمكن خرجت اول امبارح ولفيت شوية، بس برضو يعني انا متعودة على كده، مش ده اللي يتعبني. فانا مش عارفة بصراحة ده ايه. يمكن حالتي النفسية مش كويسة، بس انا بحاول ابقى تمام. هنا بقى بقطع معاكم الكنتالوب. قسمت الكنتالوب نصين، وقشرتها وفضيت اللي جواها بمعلقة، وغسلتها. بغسلها تاني، يعني انا بغسلها بقشرها وبرجع اغسلها تاني. لما بقشرها وانضفها من النص. بس وقطعته قطع صغيرة. البرتقانة التانية دي بقى انا هعصرها عليه عشان تعمل زي صوص كده. وكنت حطيت عليه شوية سكر في الاول، هبدأ احط شوية تاني عشان ينزل ميته. هنضف بس مكاني الاول، واقلبه في بعضه، واحط عليه شوية سكر كمان. انا كنت بوريكم. دقته تمام. بقول لكم تمام قوي. بس كده حطيت شويه سكر واقلبه. حطيته بقى في التلاجة نص ساعة او اقل. جبت الكاس، هبتدي بقى احط فيه، واقدمه بقى للميس بألف هنا على قلبها. هي اكيد بتشوف الفيديو دلوقتي. الف هنا يا مس. هنا بقى خلصت، قلت اعمل حاجه اشربها معاكم. حطيت ميه في الكاتل وشغلته. جبت المج بتاعي، حطيت معلقه سكر. هنا كنت بوريكم ده ارابيا كافيه. كابتشينو. كابتشينو ارابيا كافيه. طعمه حلو قوي، ما يفرقش اي حاجه عن بونجورنو خالص. بس كده. اوريكم بقى الرغوه بتاعته الوش. اتفضلوا بقى معايا بألف هنا.